اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو للتوعية، واحنا عارفين ان التكنولوجيا زي ما لها مزايا لها سلبيات خطيرة. علشان كده طالعين معاكم النهارده نحذر حضراتكم من حاجات سمعنا عنها في الفترة الحالية، ان ناس بتشتكي كتير جدا ان في صور ليها ومعرضين للابتزاز الالكتروني، وناس بتبتزهم، وناس بتقول لهم ان احنا معانا فيديوهات لحضراتكم ومعانا صور شخصية ليكم وكلام من ده. طب الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ الناس دي بتجيب حاجات من دي عن طريق ان هم بيستعملوا كاميرات هيدن. يعني ايه كاميرات هيدن يا باشمهندس؟ يعني كاميرات مخفية. ايه الكاميرات المخفية؟ الكاميرات المخفية ديت طبعا هي غير قانونية. والكاميرات دي بالمنظر ده، انا طبعا جايب ليكوا كاميرا هي للتوعية عشان نعرف الناس. ده شكل الكاميرا، ودي الصورة بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا. تمام. الكاميرا دي بتتحط في الاماكن لتغيير الملابس. حضرتك دلوقتي زوجتك بتغير ملابسها في مكان معين، ولقت نفسها متسجل لها فيديو وهي بتغير هدومها، وده طبعا فورا احنا النهارده طلعنا ان احنا نعمل توعيه للناس علشان نعرف الناس هل المكان ده امن ولا غير امن. طب ازاي يا باشمهندس؟ ده انت كده رعبتنا وخوفتنا جدا. وكتير من الناس بيروحوا يسافروا بره او بيروحوا فندق معين، بيقضوا الويك اند بتاعهم ولا حاجه في فتره معينه، وعايزين ان هم يسافروا في فندق معين او كلام من ده. فممكن يتسجل لك في الفندق ده، والاشخاص اللي موجودين في الفندق طبعا غير امنين. طب ازاي ان انا اعرف المكان ده امن بقى يا جماعه؟ اول حاجه هننزل برنامج مهم جدا للناس، هنقوله لحضراتكم البرنامج ده فري بالنسبه للناس اللي معاها تليفونات اندرويد. البرنامج ده يا جماعه اسمه HCD ميتر. HCD ميتر هننزله، هو فري. البرنامج ده يا جماعه مجرد ما هننزله هنروح على الاماكن اللي احنا شاكين فيها، مثلا الريسيفر بتاع التلفزيون اللي بيبقى قدام السرير، الفيش نفسها، الاماكن اللي هي بتبقى خايف ان هي ممكن يكون فيها مايك او فيها كاميرا لحضرتك. بنحط التليفون بتاعنا كده ونمشيه، هيعمل صوت صفيرة. الصوت الصفيرة ده لو في صوت صفيرة فورا اتصل على الشرطة وبلغهم ان المكان ده غير امن، والمكان ده مدسوس فيه كاميرا هيدن مخفيه. فاحنا عاملين الفيديو ده توعيه للناس، وناخد بالنا برضو ان احنا مش اي حد يدينا هديه ان احنا ناخدها منه. طب ليه انت قلقتنا من الموضوع ده؟ في ممكن حد يكون بيضرك. ده شاحن اهو، راس شاحن عادي خالص، في الثقب اهو قدام حضراتكم. الثقب ده فيه كاميرا وفيه جهاز تصنت كده، ممكن يتصنت على حضرتك ويعرف انت فين، او يسجل لك حاجات معينه او كلام من ده. فبرضو عن طريق البرنامج اللي قلته لحضراتكم اللي هو HCD ميتر هننزله، وهيكتشف اذا كان الموضوع ده الشاحن ده امن او غير امن. طيب بالنسبه للناس بقى اللي هي شايله تليفونات ايفون وبيدعمهم الاي او اس، هننزل برنامج اسمه هيدن كاميرا. هيدن كاميرا ده للايفون، اما بالنسبه للاندرويد HCD ميتر. وخلي بالك يا جماعه، لان برضو وانت في الفندق ممكن الشماعه نفسها اللي انت بتغير عليها هدومك ممكن يكون متركب فيها كاميرا صغيره، ممكن تكون كاميرا صغيره كده وانت مش واخد بالك. مجرد ما هتنزل البرنامج اللي قلت لحضراتكم عليه HCD ميتر او برنامج هيدن كاميرا، هيعرفك اذا كان المكان ده فيه كاميرا هيدن او مفيش فيه كاميرا هيدن. انا حبيت ان انا اطلع معاكم علشان برضو ان انا اعرفكم ان موضوع التكنولوجيا زي ما هي لها مزايا كبيره لها سلبيات خطيره. برضو دي فلاشة صغننه اهي عاديه خالص. الفلاشه ديت يا جماعه فيها نظام سوفت كده معمول لها ان هي لو اتحطت في جهاز اي حد تقدر ان انت تاخد الداتا بتاعته في ثانيتين بالظبط. فبرضه ممنوع منعا باتا ان احنا ناخد فلاشة من حد ونثق في اي حد. لازم ناخد بالنا النهارده، زي ما حضراتكم عارفين ان التكنولوجيا مستمره، كل يوم حاجه حديثه بتطلع، كل يوم حاجه تفوق العالم بتحصل. فخلي بالكم يا جماعه، لان النهارده معلومتك مهمه. الموضوع الابتزاز الالكتروني بقى خطير جدا وبقى سريع جدا، وكل يوم مشاكل بتحصل، وكل يوم مشكله، وبيوت بتتخرب، وحاجات بتحصل اصلا في ناس مالهاش ذنب فيها بسبب موضوع الابتزاز الالكتروني. وناس بتمسك حاجات على ناس وكلام من ده، وناس ما عندهاش ضمير خالص بيعملوا الموضوع ده. وفورا لازم نبلغ عن الناس دي، لان الناس ديت هيتعاقب عقاب
كبير جدا، لان ده ممنوع في القانون. فناخد بالنا، ويا رب يحفظنا ويحفظ مصر جميعا. وشكرا لحضراتكم، وانا اتمنى ان انا اكون يعني حضراتكم تكونوا استفدتوا معانا. ويا ريت لو الفيديو عجب حضرتك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله.